بعثة المنتخب المغربي تحط الرحال بأبيجان قبل مواجهة الكوت ديفوار وديا. بنعطية مرشح بارز لتولي منصب مدير رياضي داخل أولمبيك مارسيليا مكان ريبالتا. حطت قبل قليل طائرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بمطار مدينة أبيجان الإفوارية استعدادا لمواجهة المنتخب المحلي وديا. ووصلت البعثة المغربية لمطار أبيجان وسط ترحيب كبير من الجالية المقيمة بالكوت ديفوار، وبحضور جميع الأسماء المنادى عنها في لائحة الناخب الوطني وليد الركراكي. ويعقد الركراكي ندوة صحفية بملعب المباراة يوم الجمعة القادم بداية من 5:30 عصرا بالتوقيت المغربي. وانطلق معسكر المنتخب يوم الاثنين الماضي، حيث استعدت المجموعة بمركب محمد السادس بسالة، وأجرت آخر حصة تدريبية صباح اليوم قبل السفر عبر رحلة مباشرة لأبيجان. ويواجه الأسود منتخب الكوت ديفوار وديا يوم السبت القادم، حيث ستجرى المباراة على أرضية ملعب بملعب فيليكس هوفويت بواني بمدينة أبيجان بداية من 5:00 عصرا بالتوقيت المحلي، 6:00 مساء بالتوقيت المغربي. وسيعود المنتخب الوطني إلى أرض الوطن بعد المباراة، حيث من المرتقب أن يقابل ليبيريا عن مؤجل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بالملعب الكبير بأكادير الثلاثاء القادم. بنعطية مرشح بارز لتولي منصب مدير رياضي داخل أولمبيك مارسيليا مكان ريبالتا. كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن الدولي المغربي السابق مهدي بنعطية هو أبرز مرشح لتولي منصب المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، خلفا لخافيير ريبالتا المرتقب رحيله في الأيام القليلة المقبلة. وأشارت التقارير نفسها إلى أن رئيس أولمبيك مارسيليا بابلو لانغوريا وضع قائمة مصغرة للمرشحين لتولي المنصب، وعلى رأسها مهدي بنعطية، خصوصا وأنه يعرفه عن قرب بعد مجاورته في نادي يوفنتوس الإيطالي سابقا، فضلا عن مجموعة من المميزات التي ترجح كفته، منها تحدثه بلغات عديدة وعلاقاته المتفرعة في عالم كرة القدم. المصادر ذاتها أكدت أن المحادثات جارية فعلا بين لانغوريا وبنعطية في انتظار موقف هذا الأخير بخصوص العرض المقدم، خصوصا في ظل التوتر الكبير الذي يعرفه بيت مارسيليا بين المسؤولين والجماهير. جدير بالذكر أن مهدي بنعطية الذي يتولى حاليا إدارة أعمال مجموعة من اللاعبين سبق أن لعب في صفوف نادي مارسيليا في فئات مختلفة في بدايته في عالم المستديرة.